نتيجة مباراة الوداد ضد الترجي في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي. دخل عادل رمزي مدرب الفريق المغربي بتغييرين فقط في تشكيلته مقارنة بمباراة الذهاب، بإقحام كل من منتصر الحتيمي وعبد الله حمود بدل محمد أوناجم وسفيان أحناش. واتسمت الدقائق الأولى لشوط المباراة الأول بضغط متواصل للتونسيين في محاولة لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر مبكرا. هجمات نادي الدم والذهب اصطدمت بتنظيم محكم لعناصر الوداد، والتزام تام بالواجبات الدفاعية، ويقظة الحارس يوسف المطيع. في شوط المدربين أضطر مدرب الوداد لتغيير لاعبه الحتيمي الذي أصيب في الدقيقة 53 بالليبي حمد والهوني، في حين أجرى طارق ثابت أول تغييراته بإقحام كيبا سووي بدل حسام غش. الضغط المتواصل لأبناء رادس أثمر هدفا رائعا في الدقيقة 66 برأسية متقنة للبرازيلي رودريجو رودريجيز بعد عرضية بالمقاس من أسامة بوقر. الدقيقة 7 دفع عادل رمزي بمهاجميه بولي سامبو جونيور ومحمد أوناجم بديلين لهشام بوصفيان والشرقي البحري لإضفاء الفاعلية على خط المقدمة. وبالتعادل الإيجابي 1-1 بمجموع المباراتين، احتكم الفريقين لركلات الترجيح مباشرة دون اللجوء للأشواط الإضافية التي ابتسمت للوداد المغربي بنتيجة 5-4.